أهلا بكم في استكشاف معمق جديد. اليوم بنغوص في قصة شخصية فرعونية عملت ضجة كبيرة في وقتها، الملك أخناتون. أهلا بك. معنا مصادر ومقتطفات من كتاب أخناتون، الملك اللاهوتي وثورته الدينية. هنحاول نفهم سوا صعوده وفكره الديني المختلف ده، والوضع السياسي وقتها، وكمان إيه الأثر اللي سابه. فعلا، وهنشوف إزاي الأمير أمنحتب الرابع بقى هو أخناتون اللي نادى بالإله الواحد أتون. والثورة دي ما كانتش دين بس، لا طبعا، كان ليها تأثير كبير على الفن وعلى الحكم وعلى الإمبراطورية المصرية نفسها. طب نبدأ من الأول، الخلفية بتاعته. أمنحتب الرابع هو ابن أمنحتب الثالث والملكة تي، وما كانش هو ولي العهد الأصلي. أخوه الأكبر تحتمس هو اللي كان المفروض يحكم. صحيح، بس تحتمس توفى. بالظبط، فالحكم راح لأمنحتب الرابع. اتجوز نفرتيتي وخلفوا 6 بنات، بس هو مسك الحكم في فترة ما كانتش سهلة سياسيا. لا خالص، كان في تهديدات خارجية بتزيد، ومصر كانت محتاجة قائد عسكري يمكن. لكن هو أخناتون أو أمنحتب وقتها كان ميوله مختلفة. بيقولوا كان شخص مسالم أكتر، ميال للدين. ده حقيقي، يقال إنه تربى في معابد الشمس وتأثر بجده يويا، وبدأ عقله يروح ناحية تانية خالص، بعيد عن فكرة تعدد الآلهة المصرية اللي عددهم كان رهيب وقتها، ممكن 2000 إله. 2000 يا نهار أبيض! فبدأ يتجه لفكرة الإله الواحد، وده طبعا كان تحدي ضخم جدا للنظام الديني اللي كان قايم وقتها، خصوصا كهنة أمون. وهنا بقى الموضوع بيبقى شيق جدا. فكرة الإله الواحد دي طرحها على نفرتيتي، بس الإله ده في الأول ما كانش له اسم معين أو شكل. بالظبط. ويقال إنها يمكن هي اللي اقترحت رمز قرص الشمس آتون، مش الشمس نفسها لكن قوتها اللي بتدي الحياة. وتصويرها بأشعة بتنتهي بإيدين بتمسك مفاتيح الحياة وبتمنحها للملك والملكة. طب اشمعنى الشمس بالذات؟ ايه السر؟ شوفي، هي عبادة الشمس أو جوانب منها ما كانتش حاجة جديدة تماما، ليها جذور قديمة يمكن من الدولة القديمة كمان. وحتى أبوه أمنحتب الثالث كان مسمي القارب بتاع الملكة آتون يسطع، فأخناتون مش اخترع الفكرة من الصفر، هو طورها إذن؟ بالظبط، هو بلورها وحولها لعقيدة توحيد كاملة وشاملة. آتون هو الإله الواحد الأحد خالق كل شيء. ده كان تطوير جذري لفكرة كانت موجودة بشكل ما. بس التغيير الجذري ده أكيد ما جاش بسهولة. في الأول كهنة أمون تحديداً عملوا إيه؟ المصادر بتقول إنهم في البداية سمحوا له يبني معبد لآتون جنب معابدهم، يمكن كانوا مستهونين بالموضوع أو بيحاولوا يحتووه. كنوع من السياسة ممكن، لكن اللي قلقهم بجد هو إن الناس بدأت تتقبل الدين الجديد ده، لأنه كان بيدعو لعبادة مباشرة بين الإنسان والإله. وده معناه إن دور الكهنة كوسيط اتلغى؟ بالظبط، وده بيهدد سلطتهم، نفوذهم ومواردهم الضخمة طبعا. من هنا بقى بدأت المقاومة والمؤامرات ضده. ورد فعل أخناتون كان إيه؟ كان حاسم جدا، أعلن آتون هو الإله الرسمي للإمبراطورية كلها، وغير اسمه هو شخصيا لأخناتون، المخلص لآتون أو النافع لآتون. تمام، وحول معابد أمون نفسها عشان تبقى لعبادة آتون. الصدام بقى مباشر وواضح، وده اللي خلاه ياخد القرار الجريء بتاع نقل العاصمة. ساب طيبة بكل ثقلها الديني والسياسي، وراح بنى عاصمة جديدة خالص في منطقة صحراوية اللي هي تل العمارنة دلوقتي، وسماها أخت أتون. أفق أتون، وأقسم إنه مش هيسيبها أبداً. والثورة دي زي ما قلتي ما كانتش دين بس، الفن كمان اتغير تماماً. ودي نقطة مدهشة فعلا. الفن في أخت أتون بقى مختلف جدا عن الفن المصري التقليدي الصارم والمثالي. بقى فيه واقعية غريبة، بنشوف الملك والملكة وبناتهم شكلهم حقيقي حتى لو في عيوب جسدية بسيطة. بالظبط، وفي مشاهد أسرية حميمية جدا، الملك بيلاعب بناته بيحضنهم، صور للحزن والفرح. ده كان تحرر كبير جدا في التعبير الفني وقتها. لكن وسط كل التركيز ده على الدين والفن والعاصمة الجديدة، الإمبراطورية نفسها كان بيحصل فيها إيه؟ للأسف الأمور ما كانتش كويسة خالص بره العاصمة الجديدة. في رسائل محفوظة لحكام مدن موالية لمصر في آسيا زي أمير جبيل ربعدي. رسائل العمارنة الشهيرة. أيوة،
رسائل مليانة تحذيرات إن الحثيين بيتوسعوا وإن في أمراء تانيين بيخونوا وبيتحالفوا ضدهم، بيطلبوا دعم ومساعدة. وأخناتون؟ للأسف يبدو إنه تجاهل الرسائل دي بشكل كبير، كان مشغول تماماً بعالمه الجديد في أخت أتون. الإهمال ده كان خارجي بس ولا طال الداخل كمان؟ لا، في إشارات إنه طال الداخل كمان. بعد ما نجا من محاولة اغتيال انعزل أكتر جوه قصره. وده فتح الباب لناس تانية تستغل الموقف. بالظبط، شخصيات متملقة يمكن بعضهم أجانب زي شخص اسمه توتو قدروا يوصلوا له ويتحكموا في المعلومات اللي بتوصله، وده زاد من عزلته وساهم في تدهور الوضع أكتر. طيب ونهايته كانت إزاي؟ نهاية إخناتون نفسه؟ نهايته غامضة جدا. سبب وفاته مش معروف بالتحديد، حتى جثته مش متأكدين منها 100%. في مومياء في المقبرة KV55 بيعتقدوا إنها بتاعته، بس في جدل علمي حواليها. ونفرتيتي؟ في نظريات بتقول إنها ممكن تكون حكمت فترة قصيرة بعديه باسم تاني سمنخ قارع، لكن الأكيد إن اللي جه بعده خصوصاً مع عودة نفوذ كهنة أمون حاولوا يمحوا ذكراه وأثاره كلها. يعني فترة العمارنة دي كأنها صفحة واتقطعت. حاولوا يعملوا كده فعلاً. حتى علاقته بنفرتيتي في آخر أيامه في كلام عن خلافات بينهم بسبب تشددها في تطبيق الأتونية، ويمكن ده سبب انفصالهم في فترة ما. إذن لما نبص على القصة كلها، إيه الخلاصة؟ عندنا شخصية ثائرة دينياً وفنياً برؤية يمكن سبقت زمنها بكتير. أكيد. لكن في نفس الوقت تركيزه الجامد ده على رؤيته الروحية دي كان ثمنه انهيار سياسي وعسكري للإمبراطورية. ده التقييم الشائع فعلاً. إرثه معقد جداً. يعني مثلاً الأناشيد بتاعته لأطن في تشابه مذهل بينها وبين نصوص دينية جت بعدها بقرون زي المزمور 104 في الكتاب المقدس. ده صحيح. فده بيخلينا نسأل سؤال مهم ونفكر فيه. هل ثورة إخناتور دي كانت مكتوب عليها الفشل من الأول لأنها كانت بتخبط في أسس المجتمع والسلطة بشكل عميق قوي؟ أو يمكن الظروف السياسية وشخصيته هو كمان لعبت دور؟ بالظبط. أو يمكن لو كانت الظروف مختلفة ونجحت الآتونية دي واستمرت، كان شكل التاريخ الديني للعالم كله هيبقى عامل إزاي؟ قصة إخناتون بتفضل دايماً تورينا التوتر ده بين الأحلام الثورية الكبيرة وبين الواقع الصعب بتاع السلطة والتغيير.